عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على عيونكم، صباح الرضا وراحة البال على كل إخواتي اللي بيشوفوني من كل مكان. طبعا قبل ما ابدا الفيديو بتاعي كالعاده يسعدني ويشرفني ان ارحب بكل اخواتي من كل مكان واقول لكم انكم كلكم منوريني ومشرفيني، ودايما وجودكم كالعاده فوق دماغي من فوق. بصوا بقى الفيديو بتاعنا النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد، ويلا بينا على طول على الفيديو. انتوا عارفين ان انا الفتره اللي فاتت كنت تعبانه، فالمطبخ بقى كان يضرب يقلب. تمام، كل حاجة كان بيجيبها عبد الله كانت بتدخل التلاجة، ما بتتغسلش ولا اي حاجة، بالكياس بتاعتها بتدخل، مش بيحصل فيها اي حاجة غير ان هي بتتشال من على الرخامة تدخل التلاجة زي ما هي. ده غير بقى القلبان اللي كان في المطبخ، ده غير بصوا يعني طبعا لما تكون ايدك في المطبخ غير لما تكوني تعبانه وانت مش قادره تحطي ايدك في المطبخ ولا تعملي حاجه. اول حاجه عملتها طبعا ان أنا دخلت على المواعين، لان طبعا كنت عايزه افضي الحوض، وابتدي طبعا اغسل الحاجه كلها اللي اتشالت في التلاجة دي، لان الخضار كان قرب يبوظ وتقريبا في حاجات باظت، يعني الطماطم ممكن تكون فيها حاجات باظت. ففضيت اول حاجه اللي هو الحوض، وايه في فضيت حوض واحد بس لان الغساله ما كانتش هتشيل، والحوض التاني عبيته ميه سخنه وحطيت فيه الطباقه اللي طلعتها من التلاجة لان فيها اكل ناشف وكده، فقلت ايه تتلين لحد ما يعني ما الغسالة تغسل وكده. تمام، هنا شغلت الغسالة وجي يوسف هنا بيقول لي ايه يا ماما عايز اخد منك حضن. رحت قلت له تعالى يا حبيبي. بص الحمد لله ان هو قام بالسلامة، والحمد لله يا رب. وهو بيقول لكم باي هو هنا. المهم بقى رحت ايه، البوتاجاز مش نظيف وكل حاجة مش نظيفة في المطبخ، فرحت دخلت كده على البوتاجاز على طول، رحت ايه ببور الدهون، رحت مدياله رشة كده، رشته باور دهون كده بسرعة، وسبته حوالي 5 دقايق كده عبال ما المادة بتاعته تتفاعل، المادة بتاعت الباور تتفاعل مع الدهون وكده. لان كنت كل ما ادخل اعمل حاجه بعمل وبمشي الصراحه، ما كنتش بغسل البوتاجاز كل يوم زي ما بعمل يعني. فكنت اعمل الحاجه واروح انام، او ما اقدرش اقف مثلا اشغل على الحاجه واروح اريح وبعد كده ارجع تاني ابص عليها. طبعا الولاد عمرهم ما هيقعدوا من غير اكل ولا من غير شرب، فالحمد لله يعني كان دور وراح لحاله. غسلت كده، بصوا الدهون طلعت، بس في حاجات بعد ما مسحت كده ما كانتش راضيه تطلع، رحت رشيت لها باور دهون تاني وجبت الليفه عشان اطلعها. يعني الطبيعي المفروض ان لو بيتعمل كل يوم زي ما بعمله، بحط له باور الدهون وبالقماشه بتاعه المطبخ بس بمسحه بيتمسح بتطلع كل حاجه منه. لكن طبعا عشان بقاله اكتر من يوم معمول كده عليه الدهون والحيطه اللي فوقيه دي من الاسمنت كان بينزل عليه تراب وكده، فالدهون مسكت في البوتاجاز. رحت جايبه الليفه وغسلت كده ونضفته كده خليته زي القشطه، وبعدين رحت حطيت له نقطه من الخل، عشان الخل لما بتحطي منه حته كده بعد ما خلاص تغسلي البوتاجاز بيلمع الاستانلس خالص وبيخلوا شكله جميل يعني كده بيلمع. المهم رجعت كده اللي هي الشبك زي ما هو كده، بعد كده عبيت الحلة عشان عايزة اركب لحمة، وشغلت عليها لحد ما اغسل اللحمة. هنا جبت البلاستيكة دي ورحت بايه بقى انا لازم اغسل اللحمة قبل ما اعملها. الصراحة يعني ايه مش بحط اللحمة على طول كده من الطبق بتاعها، بقول ممكن يكون جايباه من مكان نضيف وموثوق منه وكل حاجة، بس بردك ايه ما نضمنش الايد اللي مسكت اللحمة ايه ولا اي حاجة من الكلام ده، فلازم كل حاجة تجيبيها من السوق تغسليها كويس. كمان يعني ايه الوباء اللي احنا فيه ده مش محتاج ان احنا يعني لازم نعقم كل حاجة كويس. جبت كده بقى ايه البيض، بصوا قاعد في كيسه زي ما هو والله من ساعة ما جابه عبد الله كده واتشال في التلاجة زي ما هو، ولا اتغسل ولا اي حاجة. حطيت كده جبت البيض وحطيته في المصفى دي عشان اغسله واحطه في التلاجة بعد ما بغسله يعني وكده.
انا دايما لما بجيب البيض لازم اغسله الاول قبل ما احطه في التلاجة. غسلت كده البيض بمية، يعني مش اللي هي ولا سخنة خالص ولا المية السخنة بصوا تحسوا كده ان في بخار طالع، ده مش طالع من الحنفية اللي انا فاتحاها، ده طالع من الحوض اللي جنبه، انا معبيه مية سخنة وحاطه فيه الحاجة زي ما قلت لكم تتلين. جبت المنظمات دي بتاعت البيض، ورصيت البيض كده بعد ما غسلته وسبته يتصفى شوية في المصفى، سبته يتصفى شوية من المية اللي فيه، وبعدين رحت مرجعاه كله كده في المنظم بتاعه، لان انا هغسل التلاجة وهحط فيها الحاجة بقى على نظافة، لان الصراحة كنت كل ما افتح التلاجة وابص لها كده احس جالي اكتئاب، يعني بجد والله. ابص كده الاقي اكياس سودا واكياس صفرا واكياس، كل كياس كده، بقيت مخنوقة من منظرها. المهم كده رحت جبت بقى ايه المصفى وحطيت فيها الفراولة كده ورحت غسلة كويسة كده، ان الفراولة بيكون فيها رملة، لان الفراولة طبعا لما بتيجي بتتزرع في تربة رملية وكده، فلما تجيبيها اغسليها كويس وصفيها. غسلتها كده كويس وصفتها، وبعدين هجيب الباسكت اللي هو بتاع الخضار، وهحط فيه الفراولة عشان ايه بقى، ارجعه كده في التلاجة ويبقى كده محطوط في نظافة يعني وكده. بصوا بقى الطماطم، على مرتين جبنا طماطم، بصوا في منها باظ، لان طبعا دخلت بكيسها في التلاجة، وانا مش بحب ان الحاجة تدخل بكيسها في التلاجة، مش بنشوفها، يعني مش بنشوفها ايه اللي بايظ منها وايه اللي مش بايظ. 5 ايام تعب. كنت يا دوب بس بعمل الحاجة اللي اقدر عليها الصراحة، ما كنتش قادرة اعمل مجهود يعني زيادة. من اخر فيديو عملته لكم وبعده تعبت خالص، ما قدرتش ان انا يعني اعمل فيديوهات تاني، ولا ان انا اعمل اي مجهود في البيت، فارتحت كده شوية وخدت المضاد الحيوي، وبقيت اشرب ليمون سخن وينسون وكده، والحمد لله دلوقتي. المهم بقى غسلت الطماطم كده، وايه قلت انا هعملها صلصة عشان بحب اشيلها صلصة كده متجهزة في التلاجة. غسلتها كده، وبعد كده رحت جبت الحلة وبقيت اشيل ايه الحاجات، حتة اللي هي البايظة اللي فيها والراس بتاعت الطماطم وكده، وحطيتها كلها كده في الحلة عشان احط لها شوية مية صغننين، وبدخلها انا بقطع معاها بصلة، وبقطع معاها راس توم، وبحطهم كلهم مع بعض على البوتاجاز يغلوا، وبعد كده ايه بضربهم بالهاند بلندر، وبتطلع الاكل جميل يعني. بص كله ني في ني كده، اوقات كتير ببقى محتاجة كده، وفي اوقات ببقى محتاجة ان انا اسبك البصلة وكده، بس دي سريعة يعني، طماطم وبصل وتوم، وبحط كله على البوتاجاز، وبعد كده بديها ضربة بالهاند بلندر، او بعد ما تبرد بضربها في الخلاط. ده اللي فاضل بقى من الخيار، ودي قتة كانت اول مرة نجيبها ونجربها، بس طلعت حلوة كده شبه الخيار يعني، بس يعني واخدة حق يعني ايه. بصوا انا اول مرة اجيبها الصراحة، اول مرة يعني نجيبها في البيت كده ونجربها، تحس ان انتي بتاكلي كده ايه، خيار على كوسة، مش عارفة ازاي. المهم لميت كل بواقي الخضار اللي في التلاجة وغسلتهم كده اهو، حبة فلفل كانوا فاضلين، على حبة قتة، على حبة خيار، وكمان هنا في جزر وكده، رحت غسلتهم كلهم كده، وعملت كل حاجة حطها في باسكت كده، الجزر في باسكت والفلفل في باسكت، وايه الباسكت ده حطيت فيه القتة والخيار مع بعض. جربتها مع الجبنة، طعمها جميل الصراحة. جبت هنا بقى الليمون كنت غسلاه، وكنت جايبة المنظمات دي من السوق، حلوة دي، بتتحط في الرف بتاع التلاجة، يعني مش بتشيل مكانه كده، وحلوة تحط فيها الخضروات اللي زي كده ومتفتحة من تحت. والخس ده انا كنت غسلاه يعني وسايباه كده يتنشف، وبعد كده رحت حطيت فيه كده اهو في المنظمات دي، الخس قصدي في المنظمات. وبعد كده كان هنا ايه، كنا جايبين طحينة وكده، حطها في التلاجة برضو كانت مسكت، رحت مدخلاها في الميكروويف وجايباها، ورحت فضيتها في البرطمان ده. المفروض ان انا كنت اغسله الصراحة من الورق اللي فيه، بس انا قلت افضي دلوقتي كده عشان انظم التلاجة، وبعدين نبقى لما يخلص البرطمان ابقى اغسله، عشان ما فيش وقت الصراحة يعني، في شغل كتير في البيت عايز يتعمل. مسحت كده التلاجة بقى، اديتها مسحة كده على الخفيف بخل وكده، ورحت حاطه فيها كده الخضار والبسكتات
والحاجة كده، وشلت العلبة دي كان فيها شربات يعني، وكان بجهزه وبخليه جاهز كده في التلاجة عشان لو احتاجته في اي وقت. وبصوا المنظمات اللي بقولكوا عليها بتتعلق كده في الرف بتاع التلاجة، حلوة وعملية. واصلا المساحة دي بتبقى من التلاجة مش مستغلة، لان بتبقى محطوط تحتها حاجات مش هتعرفي تحطي ايه. فالمنظمات دي حلوة يعني. رحت حطيت كده اهو الخس جنب بعضه، وهحط بقى الليمون في الرف اللي فوقيه، بحيث ان انتي الرف اللي فوقيه تعرفي ان انتي تستغليه. انا استغليت الرف اللي تحت بالباسكتات بتاعت الخضار، والحتة دي مش هعرف احط فيها حاجة اصلا. فحلوة الباسكتات دي جدا وعملية، بس مش بتشيل كتير يعني. لو حطيتي فيها مثلا كيلو ولا نص كيلو طماطم ولا كده، لا هتقع منك. عايزة حاجات الخفيفة يعني، عايزة مثلا هتحطي خضرة، هتحطي ليمون زي كده، هتحطي حاجات خفيفة. المهم هنا كان جوزي جاب يعني عبد الله كان جاب الحاجه بتاعت الشهر وكده، العدس والفاصوليا والبقوليات وكده. فرحت جايبه العلب بتاعت البقوليات، ورحت مفضيه فيها الحاجه دي، عدس والحمص، وكمان هي الفاصوليا. فضيت كل الحاجه دي، وكمان الرف كمان هو كان عايز يتوضى باللي انا بحط فيه العلب بتاعت البقوليات دي. قفلتهم كده كلهم، وبعد كده رحت شايله الحاجه دي كلها، ورحت كمان موضبه الرف ده. قلت بالمره هاخد رف في المطبخ عشان الدنيا تتنظم وكده، وابقى لما اكون شغاله في المطبخ ابقى شغاله بنظام، عشان ما ابقاش متضايقه يعني من المطبخ وكده. المهم كده كمان كنت جايبه الرز كده، كان في عندي اصلا رز من الاول، وعبد الله جاب رز تاني، فقلت افضيهم كلهم في علب عشان لما اجي ارصهم ورا بعض كده ورا، واعرف ايه الحاجه اللي عندي وايه الحاجه اللي مش عندي، عشان لما اجي اطلب حاجه ما تتكررش يعني الحاجه عندي. وبقيت في ورقه كده وبكتب، وانا بصوا وانا بفضي كده وفي ورقه وبكتب عندي كام علبه فيها رز، وكام علبه فيها كام علبه فيها عدس، وكام علبه كده فيها فاصوليا، عشان لما تخلص علبه ارجع ابص للورقه اللي عندي واعرف ايه اللي عندي، لان هنا العلب محطوطه ورا بعض. تمام. الحاجة اللي في منها اكتر من حاجة هحطها على بعض ورا، ويعني مثلا الرز في منه اكتر من علبة، هحط الرز كله ورا، وهسيب علبة بس هحطها من قدام، عشان ما افضلش اطلع وادخل في العلب. اهي دي كده 3 علب رز هيتحطوا فوق بعض، والعلبة الرابعة هسيبها بره عشان يعني اطلع منها. وادي العدس هحط علبة جوه واسيب علبة بره، وكمان الحمص هو علبة واحدة بس، الفاصوليا في منها علبتين، هحط علبة جوه واخلي علبة بره، وكل ده وانا بكتبه. وادي الملوخية برضو علبة جوه وعلبة بره، في علبتين ملوخية هخليهم جوه وعلبة هخليها بره. بس كده بقيت بقى كل حاجة اكتبها، عشان ده دول هيترصوا صفين ورا بعض. ففي الاستخدام بتاع المطبخ ما افضلش كل شوية اطلع في الحاجة وادخل، اطلع في الحاجة وادخل. فالصف اللي ورا ده كله هيبقى متكرر قدام. الصف اللي ورا ده كله اللي حطيته ده في منه قدام، يعني الرز اهو في منه قدام، والملوخية في منها قدام، والعدس هيبقى فيه منه قدام برضو. الفول مفيش منه ورا، بس خليته قدام عشان مفيش غير اللي هو يعني، والدقيق مفيش غير اللي هو حطيته قدام. تمام. خلاص كده خلصت الرف ده ونظمته كده زي ما انتوا شايفين، وخلاص خلص الفيديو على كده. يلا بقى باي باي.